ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بجد وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات، يعني بجد بقى يعني بتوحشوني جدا جدا جدا، ومش عايزه اقول لكم اوصف لكم بجد بتوحشوني ازاي. وبجد ميرسي جدا اللي بتخش يعني وبترحب بيا، وميرسي بجد لكل اللي ضافوني ويعملوا لي اشتراك في القناه، وكل اللي عملوا لي لايكات بجد بشكرهم جدا جدا. وبجد يعني ربنا يخليكم ليا بجد، وتدوم القناه بيكم، مش بيا لا بيكم، انتوا الاساس، وانتوا اللي بتكبروها، وانتوا يعني اللي يعني انا من غيركم ولا حاجه بجد. بس النهارده بقى يعني عايزه اقول لكم بجد، يعني عماله افكر النهارده اعمل لكم ايه. هو مفيش حاجه جامده يعني، بس عماله افكر لكم اعمل لكم ايه. انا حابه اعمل لكم شويه حاجات بقى بتاعت بنات بقى، اللي هي بقى الروتينات بقى بتاعت البنات. بس الحاجات ديت بقى عاوزه بقى ايه يعني، يعني حاجات بالتفصيل عشان اشرحها لكم. بس يعني عايزه حاجات بقى يعني الواحد يكون دارسها كويس قوي عشان ايه يطلع يقولها لكم، مش يقول لكم كده حاجه وخلاص. بس يعني حابه اعمل لكم روتينات بالبشره، اعمل لكم روتينات على الشعر، إيه شويه حاجات بقى بتاعت بنات بقى ايه هتعجبكم، او اسيبكم بقى من روتينات البيت بقى شويه ونخش بقى في الروتينات التانية. بس وهنا بقى يعني صبنت بقى شويه المواعين بقى في الروتين بقى بتاعنا العادي بقى. على فكرة انا طالعة من الزهق، بجد طالعة من الزهق، عايزة اقول لكم من الزهق بجد يعني. قلت بقى اعمل لي قناة واطلع ويعني ايه اشارككم بقى الحياة بتاعتي بقى، اشارككم بقى الحياة بتاعتي. هتقولي لي ما انتي روتينات البيت مش عارفة، بجد في ناس ما بتعرفش تعمل ايه بتعمل يعني انا كده يعني الطاقة بتاعتي السلبية بطلعها معاكم. بجد الطاقة بتاعتكم السلبية اعملوا قناة، انا بقترح عليكم ان انتوا تعملوا قناة. كل واحد يفتح قناة بجد هتفرق معاكم جدا. هتحسي ان انت بتتكلمي مع ناس، الناس هتتعاون معاكي. هتشاركي، اعملي اي حاجة. يكشي بصي، اعملي يكشي تتنسي كل يوم، يكشي تصبني مواعين كل يوم، اعملي اي حاجة. بجد واحدة واحدة الدنيا هتتطور معاكي، الدنيا هتكبر معاكي، هتفرق معاكي بعد كده. بجد انا بقترح عليكي اللي انتوا تعملوا قناة. وفي كل ده على فكرة يعني بيتطور يعني واحدة واحدة. بس وبقى خشي بقى على على اليوتيوب واعرفي بقى القناة دي بتتعمل ازاي. في بقى شروحات كتيرة بقى على النت بقى، في ناس موثوق منها بجد بيقولوا لك كل حاجة بضمير بجد. يعني في ناس فعلا بيقولوا كل حاجة بضمير، وفعلا اللي هم بيقولوه فعلا زي ما هم بيقولوا زي ما هي بتتعمل. بس وعاوزة اقول لكم يعني انا بقول لكم بجد هتطلعوا الطاقة السلبية. سيبك بقى اللي انا بصب المواعين، سيبك اللي انا بعمل كده، سيبك بقى من المنظر بتاعي بقى في البيت. ده عادي، دي حياتنا اليومية بتاعت البيت عادي. اذا كنت بقى متجوزة مش متجوزة، اذا كنت بقى انتي دارسة، يعني لا اكيد كلنا دارسين. يعني يعني انا دارسة، واكيد يعني الشباب اللي شبهنا يعني كلنا دارسين. بس بجد يعني انتي ممكن جنب شغلك تعملي حاجة. بجد دي طاقة إيجابية جدا، هتطلعي الطاقة السلبية بجد، وهتطلعي يعني هتخليكي بجد يعني بجد بجد هتطلعي الطاقة السلبية بتاعتك، وهتبقى ايه، هتبقي فيما بعد معروفة وهتبقي محبوبة. وكمان لو بتدي باور وطاقة للناس بجد هيحبوكي جدا. بس وعايزة اقول لكم بجد انا بشجعكم بجد ان انتوا تعملوا قناة، وبحببكم فيها، وهتطلعوا طاقتك السلبية كلها. عندك بقى مجال مفضل ليكي يعني في الاكل اعملي، عندك مجال في الروتينات اعملي، عندك مجال مفضل في روتينات الشعر، في السكين كير، في المكياج. شوفي بقى انت حابه تعملي ايه اعمليه. حابه تعملي تنزلي تصوري بره، انزلي صوري بره. هتيجي كده في ايام، بصي يعني هتيجي في ايام كده هتقعي فيها، هتيجي مش عارفه تعملي ايه. بجد تيجي في ايام مش هتعرفي تعملي ايه. هتصوري اي حاجه ليه؟ عشان خلاص اتعودتي ان انت تصوري كل يوم، حبيتي ان انت كل يوم كل يوم هتعملي حاجه، كل يوم هتنزليها. لا في طاقه بقى طالعه، اللي هي الطاقه ايه، الطاقه الايجابيه. مش طبعا مش هتنزلي اي حاجه طبعا، الناس هتستفاد منك. على فكره الروتينات حتى في البيت، يعني انتوا شايفين الحاجات ديت بالنسبه لكم دي تفاهات، لا في ناس بتشوفها تفاهات، بس في بجد في ناس ما يعني بتاخد الافكار، بتاخد الفكر يعني. ايه ده؟ طب ما انا ما اعملهاش ليه؟ طب ما هم عندها حق. طب وليه انا ما اعملهاش؟ ما انا اعملها انا كمان. انت فاهمه ازاي؟ مش معنى انا بغير منك، لا هي اسمها ايه،
باخد فكرة ايجابية منك بحطها عندي في بيتي، اذا كنت انا ولا انتي ولا كنت اي حد. ما انا ساعات بعمل كده، ساعات باخد منك فكرة ايجابية، دي اسمها فكرة ايجابية. باخد منك فكرة ايجابية، دي حاجة حلوة، دي اسمها يعني زي ما هما كده بيقولوا بيبقى غيرة حلوة. لا انتي كده تتعلمي حاجة لنفسك، بتتعلمي حاجة ليكي. دي انا يعني ده رأيي الشخصي بقى. ده في ناس بقى تفتكرها حاجة تانية، دي بتاعتكم انتوا بقى، دي مش بتاعتي انا، بس انا شايفاها دي حاجة حلوة، حاجة ايجابية ليكم. يعني انا باخد كورسات، باخد كورس انجليش، باخد كورسات في حاجات تانية. خدت كورس في الاكريليك، في الحاجات اللي الضوافر دي اللي لسه طالعه، اللي هي طالعه موضه الايام، يعني مش الايام دي، هي طالعه موضه من زمان. بس بجد يعني انا خدت الكورس دوت وعملت بيه وما اشتغلتش بيه. يعني عايزه افهمكم بجد، لا يعني كل واحد يفهم لنفسه هو بيعمل إيه وما بيعملش ايه. يعني الحاجات ديت مامتي هي اللي المفروض تعملها. لا انا حبيت ايه، حبيت اصور واعمل انا، مع انها بتساعدني مش مشكله، بس انا حبيت اصور واعمل. ليه؟ بنطلع الطاقه السلبيه، تعمل معايا شويه وانا اعمل معاها شويه. اخواتي نفس الوضع، هكذا نفس الوضع. يعني انا من رايي يعني بقترح عليكم القرعه بجد. يعني انا بقول لكم إيه اللي حابب، انا يعني بشجعه وبقول له يلا. بس وهي هتاخد معاكي وقت وهتاخد معاكي مجهود، بس بجد يعني كل دوت هيروح مع الوقت. هتحسي لا انت اكنك عملت حاجه، هتحسي ان انت ايه، في ايجابيه، في استجابه فيما بعد. بس وخدنا بقى الكلام بقى مع بعضنا بقى، وبصوا انا خلصت الدنيا وظبطت الدنيا وبقى وخلصتها بقى، وعملت بقى الكبده بقى قدامكم بقى، شفتوا بقى الحاجات بقى والتكات بتاعتي بقى. يعني الحاجات ديت ده من، يعني انا بقول لكم الحاجات دي انا متعلمها منكم ومن مامتي طبعا ومن اخواتي. بس ما تجيش جنبكم حاجه يا جماعه. لما اتجوز بقى يبقى اتكلموا بقى، قولي بقى بتعرف تطبخ ما بتعرفش تطبخ. بس انا ماليش في الطبخ يا جماعه، عايزه اقول لكم انا ماليش في الطبخ، عشان بس ما تتطيروش عليا. انا ماليش في الطبخ، عادي يعني بعمل روتينات عاديه في البيت كده. بس وهنا بقى خلصت بقى، قلت بقى ايه اكمل اللي ورايا بقى. بس وهنا خلصت وظبطت الدنيا بقى، وعملت بقى ايه، قلت بقى هعمل كوبايه شاي بقى، كفايه كده بقى. وقلت اعمل لي كوبايه شاي، اظبط نفسي واظبط دماغي كده. بس وهنا بقى خلصت بقى، بصوا هنا ظبطت الدنيا، هي حتى الكبده هي خلاص يعني فاضلها شويه وهتستوي يعني. بس بشوفها بقى ملحة عدمة، عايزة ملح اي حاجة، بس مظبوطة الحمد لله يعني. بس وهنا بقى خلصت بقى وعملت بقى، قلت اعمل كوباية شاي بقى ليا، لغاية ما ايه، لغاية ما الكبد تخلص. هي كبدة فراخ على فكرة يا جماعة، طبعا انتوا شايفين، طبعا انتوا اكيد عارفين يعني، خبرة عني. بس ولو اول مره تشوفيني بجد ميرسي ليكي ان انتي اتفرجتي على الفيديو لغايه دلوقتي. ما تنسينيش في اللايك، في كومنت، في تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وميرسي ليكي بجد ان انتي وصلتي لغايه الفيديو لغايه دلوقتي، وبرحب بيكي جدا. وبجد بتوحشوني من الفيديو للفيديو. ويلا بقى اشوفكم في فيديو تاني. باي باي.